عندما يشعر الشخص بأن هناك من يقف بجانبه ويهتم بتفاصيله الشخصية ويقدم الدعم في أوقات الصعوبات، يكون لذلك تأثير كبير على شعوره بالأمان والراحة والمحبة. يمكن لهذه الأفعال أن تساعد على بناء علاقة قوية ومستدامة بين شخصين. لهذا نحب شخص معين لأن هذا الشخص يتقرب منا ويهتم بنا. وقد يكون السبب الذي يجعلنا نتعلق بشخص ما هو أنه بشوش ومرح ودائم الابتسام، فالنفس في طبيعة الحال تميل للشخص المرح. الشخصية المرحة والبشوشة تعتبر جذابة للكثير من الأشخاص. عندما يكون الشخص مرحا ودائم الابتسامة يمكن أن يعكس ذلك روحا إيجابية ومرحة، ويجعل الآخرين يشعرون بالسعادة والراحة بوجوده. قد يكون وجود أوجه للتشابه بيننا وبين الشخص الآخر سببا يدفعنا للشعور بالحب تجاهه، فالنفس تنجذب للشخصيات التي تشبهنا. اللباقة في الحديث وحسن التصرف يمكن أن يكون جاذبية قوية للشخص الآخر وتجعلنا نشعر بالانجذاب نحوه. عندما يكون الشخص قادرا على التعبير عن أفكاره ومشاعره بطريقة لطيفة ومهذبة ويظهر حسن التصرف في تعامله مع الآخرين، فإن ذلك يمكن أن يثير اهتمامنا ويجذبنا نحوه. قد يكون السبب وراء حبنا لشخص ما هو رؤيتنا له كشخص يحب الخير ويسعى لنصر المظلومين ومساعدة الآخرين في حل مشاكلهم. عندما نجد شخصا يتمتع بروح العطاء والتفاني والشجاعة في مواجهة الظلم والمساعدة، وبالتالي تشعر بأنه أهل للثقة وللحب. قد يكون شعورنا بالقيمة والتميز هو سبب وراء انجذابنا لشخص ما. عندما يعبر الشخص الآخر عن حبه وتقديره لنا بصورة مستمرة ويجعلنا نشعر بأننا شخص مميز وفريد بالنسبة له، فإن ذلك يمكن أن يؤثر على عواطفنا ويجذبنا نحوه بشكل أكبر.